أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال يا رب. وصفتنا اليوم جدا لذيذة، يلا نحضرها مع بعض. فرج مشوي على الفحم. رح أحتاج ل3 معالق رب البندورة، كاستين من اللبن، و3/4 الكاسة من الخل الأبيض. بتقدروا تستخدموا أي نوع خل انتوا بتحبوه، ولكن أنا بفضل الأبيض مشان ما يعطي أي نكهة. معلقتين كبار من الثوم المهروس، معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الهيل البودرة، معلقة كبيرة من البابريكا الحلوة، تقدروا تخلطوا بين الحلوة والحارة، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من زعتر الأوريغانو، معلقة كبيرة بهارات مشكلة، معلقة كبيرة كاري، ومعلقة صغيرة من جوزة الطيب. أكيد بتقدروا تستغنوا عن زعتر الأوريغانو، هو ماله أساسي بالوصفة، ولكن أنا حبيت إني أضيفه بيعطي طعم لذيذ. كاسة كاملة من الزيت. البهارات اللي أنا ضفتها هون بتعطي طعمة ولكن جدا خفيفة، يلي بيحب إنها تظهر نكهة البهارات أكتر بده يدوبل الكمية. بالنسبة إلي حبيت إني استمتع بنكهة بهارات خفيفة ونكهة الدجاج قوية. إذا أنتوا حابين إنه تكون الدجاج مبهر أكتر فيكن تزودوا كمية البهارات. وهلأ بعد ما اختلطوا كلياتهم معنا رح أضيف عليهم كاسة من المي. هيك صار معنا الخليط جاهز، لا هو مريء ولا هو سميك. وهلأ رح أجيب دجاجة بعد ما نظفتها وتركتها لحتى تصفى منيح، رح أحاول إني أطقم من النص وأفردها بهي الطريقة. وزنها 1.5 كيلو. بدي أدهنها بهذا الصوص. أكيد في أشخاص رح ينقدوني إنه عم تشتغلي بالدجاج، البسي كفوف، إنه ممكن يكون بالنسبة لهم مقرف، أو ممكن ما بعرف شو، بس أنا بحب إني أشتغل بإيدي. أكيد أنا عم بشتغل بالمطبخ، أكيد إيدي كتير نضاف، وأكيد بس خلصت رح أغسل إيدي. وهلأ رح دير الدجاجة وأدهنها بهي الطريقة. أحاول خلي كل الأماكن يجيها من هذا الصوص. ورح أتركها ليلة كاملة بالبراد، وإذا بتتركوها أكتر بيكون أفضل عادي. يلا نحضر مع بعض كريمة الثوم. رح نحتاج كاسة من المي، معلقتين من نشا البودرة، ورح نضل نخلط حتى يصير معنا الخليط متماسك وشفاف. وهون بلش يصير معنا الخليط شفاف وبلش يجمد معنا. نضل نحركه ونقلبه كتير كتير منيح. وهلأ بعد ما صار معنا جاهز رح أتركه يبرد بحرارة الغرفة. تماما مثل هيك. يلا هلأ نخليه حتى يبرد. وهلأ بعد ما برد معي الخليط رح أضيفه للخلاط. رح أضيف عليه معلقتين من اللبن، معلقة كبيرة من الملح، عفوا معلقة صغيرة من الملح، 5 أسنان من الثوم، نص ليمونة. وانتو بتقدروا تضيفوا الثوم والليمون حسب انتو رغبتكم إله. ربع كوب من الزيت. بتحبوا نكهة الثوم أكتر فيكم تضيفوا، بتحبوا نكهة الليمون أكتر فيكم تضيفوا. يلا هلأ نخلطه مع بعض.
وهيك قوام طلع معنا كريم التوم، لا هو جامد ولا هو مري. رح نضيفه ساعتين بالبرياد وبعد ساعتين نقدر نستخدمه. أكيد لا تنسوا تغطوه منيح لأنه فيه توم وبيطعم بالبرياد لباقي الأكلات. هلأ أنا هون ضفت طلعته من البرياد وبلشت أسكبه، جامد معي كتير. لا تواخذوني على الكركبة، بس أكيد أنا هون انتقلت من بيتي للمكان اللي بدي أشوي لكم فيه الدجاجات. وهلأ هون جبت الشبكة ورح نفرد الدجاجة عليها بهي الطريقة ونحطها على الفحم بعد ما شعلنا منيح. رح نحاول نعمل ثقوب بصدور الدجاج وبالفخاد حتى نضمن إنه الاستوى منيح وإنه النار قدرت تفوت لقلب الدجاجة. رح يحتاجوا معنا 30 دقيقة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وهي النتيجة. إن شاء الله تضلوا بخير، وأي مشاركة أي تعليق بانتظاركم، ومع السلامة.